انا جاي لك اتعلم بقى، جاي ماشي. اتعلم نسميها الصنعة نفسها. صنعه صنعة الساقة أو صنعة الدهب. اول حاجه، هل لازم يبقى عندي موهبه معينه؟ في موهبة الرسم. انك تعمل الرسم طيب. فنان بمعنى تمام. أصح. أعرف أرسم، مخي يبقى شغال، أعرف أفنش القطعة إزاي. كويس. ما عنديش موهبة الرسم، بس عندي الذوق شوية، إن أنا أمسك قطعة إزاي أشطبها، أعرف فين العيوب اللي فيها. في اللي هو قبول، إن أتقبل الصنعة نفسها. أنا ممكن أخش صنعة وما أحبهاش. بالظبط. ممكن أكمل ال3 سنين ومش عايز أشتغل، لا أكمل دراسة وما حبيتش المهنة. يبقى أول سنة هنا بنحببهم في المهنة نفسها. اول سنه تديله اساسيات، نديهم الاساسيات ونمر على المراحل كلها. كل حاجه المراحل، بس في مراحل اساسي معاهم اللي هي زي بدايه الصنعه. السلامه المهنيه طبعا دي اهم حاجه عندنا. الطلب يخاف على نفسه، ازاي يشتغل. وبعد كده اعرفهم على العده، دي كلها سنه اولى. تمام. يحفظ يعني العده بتاعت القسم التاسجه. تمام. الاقسام الثانيه نفس الموضوع، ازاي تمام. نعرف العده بتاعتها. تمام. دي شغاله في ايه، وبعدين نبتدي نشغلهم واحده واحده فيها. تمام. ده اول سنه. دي اول سنه. ثاني سنه بتخش في مراحل تانية. ما هي مراحل الذهب هي كذا مرحله. دي بدايه سنه اولى، بنعرفهم الامن والسلامه، اسماء العده، الاقسام، مراحل الانتاج بتاعتنا، ونبدا معاهم واحده واحده لغايه اخر سنه ثالثه يكون لامم بالاقسام كلها. كل حاجه ياخد القطعه زي ما هي حضرتك شفتها كده. ايوه. يشطبها، يفنشها، حتى بتركيب الاحجار توصل قطعه منتجه محضره للبيع. جميل. عبد الرحمن، انت من هنا برضو من العبور؟ ها؟ قريب. ايوه. حلو. انت في سنه كام؟ انا دلوقتي طالع ثالثه ثانوي. طالع ثالثه. كويس. اتعلمت بقى كل المراحل اللي مريت بيها دي؟ اكيد طبعا، بس لازم برضو المدرسه السيستم بتاعها بيوزع كل حاجه على ال3 سنين يعني. اكيد طبعا حتى لو انا اتعلمت كل حاجه في كل المراحل، في برضو خبايا مش هتظهر الا في السنه الجايه. هاي. اكيد. اخترت ليه بقى انك انت تتعلم الصياغه، انك تبقى صايغ؟ بصراحه انت عارف انت هتبقى صايغ؟ ايوه. عارف؟ ها؟ ايوه. والدنيا تلعب معاك وبتاع، صايغ ذهب يعني. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. هو لان فكره الذهب والمجوهرات بشكل عام، هو انت اصلا ما بتقدرش تاخد المهنه من بره يعني. انت لو عايز تروح تتعلم المهنه في ورشه انت مش هتعرف، لان في الورشه يعني الاب بيعلم ابنه، الابن بيعلم ابنه، والابن بيعلم ابنه، المهنه ما بتطلعش بره. فبالتالي المهنه الناس مقتصره على ناس معينه. ففكره ان نعمل مدرسه المهنه مقتصره على عدد معين وندخل في المجال ناس جديده، فدي حاجه كويسه. برافو عليك. فانا قلت اخش مجال يعني. امتى فكرت انك تاخد، انت كان نفسك تطلع ايه؟ اكيد بقى في مرحله كده كان في الأول؟ تقول نفسك دكتور، مهندس. طبعا. وبعدين ايه اللي حصل؟ ايه نقطه التحول يعني؟ نقطة التحول ان انا شفت ان يعني دلوقتي الدكاترة كتير والمهندسين كتير وكل المجالات يعني فيهم ناس كتير، بس مجال الذهب بشكل عام في الناس فيه قليلة يعني. فمحتاج، وغير كده هو مجال اكتر بيهتم بالابداع اكتر من ان هو طص يعني عارف حاجة بتعملها. هاي. فيعني بتقدر تطلع فيه كل جهدك وكل طاقتك في الشغل عامة. انت وصلت بقى وانت طالع ثالثه كده، حاسس انك انت مسكت كل اسرار الشغلانه، اصول المهنه، ولا لسه؟ هو اي السنه الجايه دي تمسك الاصول، ولا بعد كده بقى تدخل تدريب؟ لا، احنا يعتبر السنه الجايه كده بدانا نحط رجلينا في المهنه، بس مش مسكنا اصول كل حاجه، لان اصلا مهما كان انت كل مدى كل يوم جديد حتى بتكتشف حاجه جديده في المهنه. هايل. فمستحيل طبعا حد يتعلم المهنه كامله في 3 سنين يعني. طيب بعيد بقى عن المدرسه، ايه الحاجات اللي بتطلع عليها علشان تزود خبراتك في موضوع الصاغه ده؟ يعني حاليا انا بشوف ان دلوقتي الحاجه اللي هتنمي فكره الصياغه نفسها والكلام ده هو التسويق بتاعها. حلو. ان انت تسويق. تقدر تسوق لها. فانا في الفتره دي عامه بهتم بحته ان ازاي تعرف تسوق للمنتج بتاعك عامه. انت لو معاك اي منتج في الحياه مش هتقدر تجيب منه دخل او تقدر تستفاد منه لو ما عرفتش تسوقه. الله ينور عليك. شغل دماغي دلوقتي بصراحه. والله الله ينور عليك. بتقعد بقى تقرا حاجات في التسويق، تشوف فيديوهات بره. أيوة. تشوف تصميمات جديده فعلا.
عشان تنمي الذوق بتاع أيوة. الحكايه. بس الفكره بقى ان انت لو هتشتغل تبع مصنع مش هتشتغل لوحدك، ان بيبقى فيه اصلا ناس متخصصه في حته التصميم دي، فهم بيبقى ليهم جهد اكبر، وبيبقى فيه ناس متخصصه في حته التسويق، ناس متخصصه في حته الصناعه، ناس متخصصه في حته السبك كده. هايل فده الاصل يعني. هايل.